اهلا بيكم في حلقه جديده ومميزه. معانا النهارده دكتور محمود الغرابلي، اخصائي التغذيه العلاجيه وعلاج السمنه والنحافه. بنرحب بحضرتك يا دكتور. مرحب بيك يا شباب. في البدايه كده حابين نسالك ليه في بدايه الدايت بنبقى متحمسين جدا وشايفين ان احنا هنكسر الدنيا، وبعدها باسبوع بالظبط نلاقي نفسنا نطلب دليفري الساعه 2 بالليل؟ ده طبيعي في اي حاجه بنعملها جديده، يعني اي حاجه بنعملها بنبقى متحمسين ليها في البدايه، ولما الحماس ده بيروح بنبتدي الكيرف ينزل يعني. بس القاعده الاساسيه اللي ممكن تخلينا نعرف نكمل ان الشخص يكون متقبل فكره روتين. الروتين ككلمه الاول وهله هي كلمه ممله، يعني ان انا هلتزم بروتين يعني انا شخص روتيني فالحياه هتبقى ممله، رغم ان علميا يعني او على حسب الناس اللي حوالينا، الناس اللي بتعرف تلتزم بالروتين لاطول فتره ممكنه هي الناس الاكثر نجاحا. فالحاجه الاساسيه اللي تخليني اعرف اكمل الدايت ان انا ابقى حاطط في المايند بتاعي من البدايه ان انا هعمل روتين هكمل بيه مثلا 3 شهور، والحاجه اللي قبل كده ان انا اكون محقق او محدد التارجت بتاعي. يعني انا مثلا عايز انزل 20 كيلو، معدل النزول في الشهر 4 او 5 كيلو، يبقى انا هعمل دايت روتين لمده مثلا 4 شهور. الاربع شهور دول مش متواصلين، يعني انا ممكن التزم اسبوع او 10 ايام واخد يوم فري، ممكن التزم اسبوع او 10 ايام او اخد وجبه او وجبتين فري. دي القاعده الاولى، ان انا في دماغي اكون متقبل فكره روتين. الحاجه التانية اللي ممكن تخليني اعمل دايت مثلا في الاول اسبوع او 10 ايام وبعد كده ابوظ الدنيا، ان انا بادئ الدايت غلط. يعني اغلبنا لما بيجي يعمل دايت بيعمل دايت قاسي جدا، اللي هو يشيل السكر خالص ويشيل الفاكهه خالص ويشيل النشويات خالص، ويبتدي يعمل دايت سعراته منخفضه جدا على اعتقاد منه ان هو هيخس اسرع، فبيدخل جسمه في مود الاستارفيشن فالجسم بيقلب عليه. انا دايما عندي قناعه كده ان الجسم ده عامل زي الطفل الصغير كده، لو انت حققتي له احتياجاته وخدتيه واحده واحده هيكمل معاك الرحله بتاعه الدايت اللي هي مثلا مينيموم 3 شهور او 4 شهور. لو انت اتعاملتي معاه بشكل قاسي مش هيكمل. يعني انت لو حرمت الجسم من احتياجاته الاساسيه، سواء ان انت عامله دايت سعراته منخفضه او سواء ان انت حرمان من العناصر الاساسيه اللي هو محتاجها، هيقلب عليكي ومش هيكمل. تعرفي ان الجسم ابتدى يقلب عليكي من العلامات اللي بتظهر اثناء الدايت، اللي هو فيه ستريس، فيه توتر، ابتدى شعرك يتساقط، ابتدت الهرمونات بتاعتنا ما تبقاش متظبطه. يعني ده مش طبيعي في الدايت اصلا؟ مش طبيعي، لا، كده الدايت مش معمول صح. يعني كده الجسم بيبعت لك اشارات علشان توقفي اللي انت بتعمليه فيه. انما لو انت عامله دايت متوازن، يعني بتاكلي ال7 عناصر اللي الجسم محتاجهم، ان انت بتاكلي خضار وفاكهه ونشويات وبروتين ونسبه سكر ونسبه دهون وبقوليات، انت كده يعني بالبلدي كده بتسيسي جسمك واحده واحده يعني. فالجسم مش هيحس ان في مشكله فهيكمل معاكي. بس فملخص الموضوع ده ان انا اكون متقبل فكره الروتين، وان انا اعمل دايت بشكل ساينتفك او بشكل علمي، يعني ان انا اكون مدي الجسم احتياجاته واكون متابعه مع حد هو اللي بيقود الرحله. يعني الحاجه الاساسيه لدكتور الدايت ان هو اللي بيجايد الرحله، يعني هو اللي بيقود الرحله بتاعه الدايت. وبرده من الحاجات المهمه اللي ممكن تخلي الجسم ما يكملش لو انت بادئه دايت وتحاليلك مش متظبطه. يعني انت نمت صحيتي يلا اعمل دايت. يعني هو ضروري ان انا اعمل تحاليل اصلا؟ في تحاليل اساسيه المفروض تتعمل، يعني لازم وانت بتبتدي دايت تكوني متاكده ان مفيش انيميا، فبنحتاج نعمل تحليل CBC. مخزون الحديد في جسمك يبقى مظبوط، فمفروض ان احنا بنعمل تحليل سيرم فيريتين. نسبه فيتامين د في جسمك تبقى مظبوطه، فمحتاجه ان انت تعملي تحليل سيرم فيتامين د. لو انت عملت دايت بشكل متكرر ومتاكده ان دايما معدل نزولك ضعيف فبتحتاجي تعملي غد. لو انت ابتديتي دايت والانيميا بتاعتك وحشه ومخزون الحديد في جسمك ناقص وفيتامين د واقع في جسمك مش هتكملي، لان الجسم هيبتدي يبعت لك اشارات ان في حاجه غلط بتحصل. يعني اعراض بقى الانيميا واعراض نقص فيتامين د واعراض نقص الفيريتين، ان انت هتحس على طول ان انت دايخه مصدعه، تحس ان انت مفيش تركيز، تحس ان انت مودك مجرد ما بدا دايت ابتدى يبقى وحش، بدات تبقي متعصبه، البريود او الهرمونات بتاعت الجسم ابتدت تبقى ملخبطه يعني. بس